إلياس المالكي أو الملقب بإلياس الأسطورة تيبغيه الكبير والصغير، وما يمكنش تسول شي حد على هذا الاسم ويقول لك ما كنعرفوش. في الأول بدا في الانستغرام، من بعد انتقل ليوتيوب، وتما دار قاعدة جماهيرية كبيرة لدرجة ولا ديما هو الأول في الطوندونس بمنصة الألعاب، واللي ستريم ديالو ما تينزلوش على مليون مشاهدة. إلياس عاون بزاف ديال المحتاجين وقدم لهم يد المساعده، من بينهم واحد من لي فان ديالو اللي هو اعمى ما كيشوفش، جا لعندو غير باش يتصور معاه، صدق معاونو ومطلع عليه لاشين ودار حتى هو متابعين ديالو. من غير هادشي ساهم بمبلغ مليون للفريق الكبير الرجاء البيضاوي. هادو من الحوايج الزوينين اللي كانوا في إلياس، لكن إلياس كانت فيه واحد الحاجه خايبه اللي هي السبان وتخسر الهضره. واخا هو ديما كيقول باللي هاد السبان غير في اطار الضحك وغير في الانترنت فقط، وتيقول باللي داك السبان ما عنده حتى شي علاقه بالواقع حيت هو ما كيقصدش يسب، لكن هاد السبان هو اللي خلق ليه مشكل كبير مع مجموعه من اليوتيوبرز وخداو الامور بجديه، وكيقولوا باللي هذا هو السبب اللي خلاهم يتجمعوا ضده ويهاجموه، ويمكن داروا به شكايه وصيفطوه للحبس. بصراحه الا كان هذا هو البلان اللي وقع لإلياس حتى تشد في الحبس، راه ما بلان ما والو، حيت ما خصش الانسان ياخذ الامور بحال هكا، خص داكشي ديال الويب يبقى غير في الويب. وكاين خبر اخر كيقول باللي واحد الشخص هو اللي قام بهذه الفعله، سمعوا شنو قال. الياس خويا اسمح لي، هذه هي الحياه، قلت لك في امريكا راه غنهبط المغرب غندير شكايه وغتمشي لحبيب بيس. انا جيت من الطوار درت الخدمه ديالي باش ما تبقاش تحقر العروبيه. هاي للاسف القانون غياخذ المجرى ديالو. بزاف ديال الناس غيقول لك امير لا ما كانش عليك دير هكا، صحايبك كذا كذا، ما تيامنش هو بالصداقه، ما تيامنش بان امير وقف معاه ووقفه وطلعه. وقلت له انا اللي طلعتك، انا اللي غنهبطك مباشره من الدوار. قلتها لك ملي كنت ميريكان، دابا من الدوار الياس المالكي في زنزانه لوحده، معجون مقطوع منه، يعاني الامرين. القانون غياخذ المجرى ديالو. وممكن يكون هذا الشخص هو السبب باش إلياس في الحبس، لكن من بعد ما داز 24 ساعه على الاعتقال ديال إلياس، نشر واحد ستوري على الحساب ديال إلياس في الانستغرام، وكيقول باللي السبب اللي خلى البوليس يعيطوا ليه هو واحد الشيك تدفع بسميتو، وهذا الشيك كيقول باللي قديم من 2015، وما داش نصف ساعه حتى تمسح داك ستوري. لحد الان الامور غامضه وما معرفش شنو واقع. المهم هو كنشوفوا باللي بزاف ديال الناس كان عزيز عليهم إلياس، وكان ديما كيضحكهم ومونسهم باللايفات ديالو، لكن من بعد ما تشد إلياس حتى حد ما قدر يوقف معاه ولا يدوي عليه. هنا تيبان باللي واخا ديما دير المزيان حتى تعيا، نهار تجي فيك الدقه ما غادي يعقل عليك حتى شي واحد.